بسم الله. اختيار جوز الهندي حبايبي، اللي حابه يحطه، مش حابينه خلاص ما تحطهوش. ممكن تحط لها فول سوداني زي ما بنزوج او نطعم الرز ابو لبن. نفس الكلام الشعريه بالحليب. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبيبي النهارده هنعمل حاجه سهله وبسيطه. ربنا اداني خير، جاني لبن جاموسي حليب ما شاء الله. شايفين كميه قد ايه؟ فالعيال كده عايزين يدفوا في الشتاء، ومحمد كده عايز حاجه سخنه كده في الشتاء ده. فقلت اعمل له بقى ايه، حاجه سريعه حاجه سريعه. قلت نعمل شويه شعريه كده باللبن بسرعه. تعالوا نعملهم كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه سمنه بقره كده ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل الكميه ديت تقريبا نص او كيلو الا ربع. انا هعملها يعني لاني واخده من الشكاره كده على طول ما شاء الله. فانتوا اعملوا الكميه اللي انتوا تحبوها. يعني انا عايزه كميه كبيره لان كميه اللبن ما شاء الله. هحمر الشعريه بتاعتي يا حبايبي، واول ما اجي ازود اللبن عليها هرجع معاكم تاني. حمرت الشعريه يا حبايبي، حمريها كويس يعني ما تخليهاش فاتحه للدرجه، عشان لما نضيف اللبن هتفتح تاني عشان تبقى حمرا كده وكده. اللبن بتاعي مغلي. انت ممكن اللبن يكون بارد، تكون غلياه وبارد، بس انا عشان لسه غلياه فسخن برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شويه عشان ما تطفش عليك. انا هضيف سكر، هضيف نص كيلو. انت حسب ما تحبيه يعني. ممكن تحط اقل من كده وممكن تحط اكتر من كده، بس انا ضفت من الكيس على طول نص كيلو سكر. هزود كمان شويه لبن تاني. بسم الله. هتاخد كل الكميه اللي معايا في الحليب ده، بس شويه شويه. بعد ما تستوي برضو هضيف، لان انا عايزاها تبقى حلوه طريه كده. هتغلي حبايبي، وهغطيها وهسيبها على النار لغايه ما تستوي. هنرجع مع بعض نقدمها ان شاء الله. استوت الشعريه حبايبي اهي ما شاء الله عليها، ضاعفت الكميه وبرضو لسه طريه، ما زالت طريه، بس احنا عايزينها اطرى من كده. بسم الله. الشعريه باللبن دي ما احلاها، تدفي في الشتاء ما شاء الله. يلا نقدم مع بعض كده بجوز الهند كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندك كاسات، عندك اطباق، يعني اللي موجود عندك، اطباق بلاستيك، اطباق ازاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي اطباق تجيلي ونقدم فيها الرز ابو لبن، نقدم فيها الشعريه زي كده. بسم الله. بسم الله. اختيار جوز الهندي حبايبي، اللي حابه يحطه، مش حابينه خلاص ما تحطهوش. ممكن تحط لها فول سوداني زي ما بنزوج او نطعم الرز ابو لبن. نفس الكلام الشعريه بالحليب. وده الشكل النهائي حبايبي بتاع الشعريه بتاعتنا. حبايبي ما ينسوش يعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهله السريعه. بالهنا والشفا الحبايبي.